عدم تركيز، بتنام على نفسك في المواصلات، مش عارف تصحى كويس في شغلك، على طول مصدع، نومك مقطع، دي كلها علامات من مرض اسمه السده الرئويه او حاجه اسمها الاوبستراكتيف سليب ابنيا. والعيانين دول بيروحوا يلفوا على دكاتره كتير، يروحوا على دكاتره انف واذن، يروحوا على دكاتره بطنه يشوفوا السبب ايه، وبيكون السبب الاساسي هو زياده الوزن او السمنه المفرطه. مرض السده الرئويه من الامراض الخطيره اللي ممكن تؤدي الى الوفاه. العيان بيحس انه مش عارف ينام كويس طول الليل، مش عارف ياخد نفسه كويس، على طول بيحس بكرشه نفس، بينعكس على كل تفصيله في حياته، مش عارف ينام، مش عارف يشتغل كويس، مش قادر يفكر كويس من الاكسجين قليل اللي واصل لدماغه، وكل ده سببه زياده الوزن. امراض السمنه كتير وكتير منا ما يعرفهاش، فالسده الرئويه من اهم الامراض واخطرها، وبيكون سببها زياده الوزن. العيان ده بيبقى علاجه بسيط جدا، انه ينزل في الوزن. والعيانين دول بتبقى اوزانهم كبيره، وزنهم زياده عن الطبيعي 50 او 60 كيلو، والحل الوحيد ليهم والحل السحري ليهم هي عمليات جراحات السمنه، تكميم او تحويل مسار. الناس حياتها بتتغير يا جماعه، كل تفصيله في تفاصيل حياته بتتغير. لو انت عندك اعراض من اعراض السده الرئويه او الاوبستراكتيف سليب ابنيا، صدقني جراحات السمنه هي العلاج، مش اي حاجه ثانيه.